تعرف إن قبل غزوة أحد الخمرة ما كانتش محرمة؟ اللي حصل بعد الغزوة وملوش علاقة بالغزوة، ولكن ترتيب الأحداث في الإسلام كان كده، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر إن الخمرة تحرم. طب ليه؟ الخمرة كده كده ليها مساوئ كتيرة جدا. حلو؟ من ضمن المساوئ دي إن هي بتأثر على الكبد والكلى والبنكرياس وحاجات كتيرة جدا. بس أكتر حاجة أنا اهتميت بيها وركزت فيها هي تأثير الخمرة على المخ. الخمرة تأثيرها على المخ بتخلي بعض الحاجات اللي موجودة في مخك زي الدوبامين والسيروتونين وحاجات كتيرة جدا تزيد بشكل أعلى من الطبيعي. الحاجات دي مسؤولة عن السعادة وتخليك مبسوط. ايه اللي بيحصل بعد مدة؟ اللي بيحصل بعد مدة ان مخك بيبدأ يتعود على كمية الدوبامين العالية دي، فيبدأ ما ينفعش يلبي احتياجاته من الفرحة والسعادة غير بكمية أعلى وأعلى. فاللي بيحصل لما المواد دي تزيد عن كميتها الطبيعية إن مخك بيبدأ يحتاج منها كمية أكتر وأكتر ويخش في حالة الإدمان. والإدمان هنا إنك بتعمل حاجة أنت مش عايز تعملها. يعني دايما بتسمع الناس اللي بيسكروا أو اللي بيشربوا أو كده يقول لك أنا نفسي أبطل بس مش عارف أبطل. ليه؟ لأن مخه وصل لمرحلة عالية جدا من الإدمان اللي هو فيه. فالإدمان ببساطة هو الحاجة اللي مخك بيأمرك تقوم تعملها وأنت مش واخد بالك، زي اللي يوم يشرب كاس، يوم يشرب سيجارة، اللي يمسك موبايل ويسكرول فيه من غير أي سبب. هو فعلا الموبايل حاليا بقى بيعتبر نوع من أنواع الإدمان. المهم نرجع تاني لموضوع الخمرة. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمرة ما حرمهاش مرة واحدة، لا اللي حصل إنه قسمها لأربع مراحل، كل مرحلة فيها كان بيحرم جزء منها لغاية آخر مرحلة لما اتمنعت نهائيا سواء شرب أو تجارة. فده يعتبر درس موجود لينا من ربنا سبحانه وتعالى إنك إزاي ممكن تبطل إدمان حاجة أنت مدمن عليها. فاستغل إن النهاردة يوم جمعة ويوم مبارك، حاول تبدأ صفحة جديدة مع نفسك وشوف إيه الحاجة اللي أنت بتعملها غصب عنك وحاول تبطلها. وأهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي.